أصدقائي، سأريكم اليوم كيف نفهم عجائب بلاد ما بين النهرين بشكل أفضل. لماذا لا يتحدث الناس أكثر عن مهد الكتابة؟ تقع بين نهر دجلة والفرات، بلاد ما بين النهرين القديمة، وهي المكان الذي بدأ فيه كل شيء. منذ حوالي 3500 قبل الميلاد، كانت موطنا للسومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين. اخترعت هذه الثقافات الرائدة الكتابة المسمارية، ممهدة الطريق لتسجيل التاريخ. تخيلوا مدنا نابضا بالحياة مثل بابل وأور، بمعابدها الرائعة وحدائقها المعلقة الأسطورية. لم تكن بلاد ما بين النهرين مجرد هندسة معمارية ضخمة، بل كانت مركزا للزراعة والتجارة أيضا. وهذا ما جعل المجتمع يزدهر، مما أدى إلى ظهور الفن والعلم والثقافة. هل سمعتم بقانون حمورابي من قبل؟ إنه واحد من أقدم القوانين المكتوبة، وقد نشأ هنا وشكل العدالة لقرون. لا تزال ابتكارات بلاد ما بين النهرين وإرثها تتردد في عالمنا اليوم. انغمسوا في التاريخ واكتشفوا مهد الحضارة.